السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي ولاد بلادي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. صحة فطوركم، صحة صيامكم، صحة سحوركم إذا شفتوه مور السحور ولا قبل السحور. إن شاء الله كامل تكونوا بخير. شوفوا خوتي، الزريبة جيران السوء هادو اللي قدامنا تجاوزوا كل الحدود، تجاوزوها. مام الصحافة تاعهم، يعني نورمالمون الصحفي تكون عنده يعني كي يكتب حاجة ولا يدير حاجة يخمم لها، يعني يحترم المهنة اللي هو يدير فيها. احنا تفاصيل على بالنا الاعلام تاعهم كيما هادي اسبريس مولى من الامارات جوست باش اتاكيو الجزائر، لي سوجي تاعهم كامل الجزائر. ولو كان غير لي سوجي زعما يقولوا كلام حق، غير الكذب في الكذب في الكذب. المهم شوفوا هذا الكاريكاتور، جو سوي فريمون ديزولي مي لازم تشوفوه. شوفوا هذه صحيفة العار اسبريس، شوفوا الكاريكاتور كيفاش داروه، كيفاش يهينوا في شهداء الجزائر. يعني الوقاحة والحقد والسم اللي فيهم لحقهم حتى يعني يهينوا شهداء اللي هما عند ربي سبحانه، راهم حيين. الشهداء اللي عندهم منزلة كبيرة عند ربي. هاد القوم خوتي ما جابوها في قراية، ما جابوها في فهمة، ما جابوها في درافة، ما جابوها في زين، ما جابوها في تاريخ، ما جابوها حتى في حاجة. وخلي وزيدنا اكتشفنا باللي ما جابوهاش، يعني ما مش جايبينها حتى في الإسلام. يعني حتى الدين الإسلام سوا ديزون مسلمين، باسكو التصرفات تاعهم كامل لا علاقة بالإسلام. حتى الإسلام اخترقوه وراهم يتحداو في كلام ربي. استغفر الله يا ربي. ربي سبحانه قال بلي الشهداء أحياء يرزقون. كيفاش يجي سنغولي جاهل أمي بلادو يعني فيها كامل محرمات الدنيا والدين، يجي يحكي هو ويهين الشهداء؟ خلينا من داك الشعب هذاك بني ويبي هذاك اللي يتبع برك. أنا نحكيو على الإعلام تاعهم، إعلام اللي المخابرات تاعهم مخبية موراه. الوغ هما يحسبوا بلي راهم يديروا في حاجة مليحة، يتفاخروا ويتباهاو وحاطين هاد البوست خوتي، حاطينو هاد الكاريكاتور البراتيش ولا البوسبيليات، حاطينو كامل في لي باج تاعهم وقاعدين يتقاعدوا فرحانين بالجهل تاعهم، فرحانين ويتفاخروا بحاجات ضد الشريعة الإسلامية، ضد القيم، ضد المبادئ. هنا تعرفوا بلي الشعب جاهل، الاعلام تاعهم متصاين، يحط لهم هاد لي كاريكاتور والاخبار تاع الكذب باش يبرد لهم على قلبهم. ليسونسيال ما تشعلش في المروك، هذا ما كان هما لو بوت البراتيج. الوغ هما يتباهاو فرحانين. خرج ليهم اخ سوري ما خلى لهم، ما بقى لهم في التاريخ. اسمعوا خوتي واش قال لهم وكيفاش رد عليهم. نورمالمون يا البراتيج كي تسمعوا هذا لا هو من المغرب العربي، لا هو جزائري، لا هو تونسي، تقولوا بلي تونسي مقاطعه تبع الجزائر، هذا من المشرق. بهدلكم، عطالكم درس في التاريخ وفي الاخلاق. اسمعوا واش قالكم البراتيج. خوتي الجزائريين اسمعوا، راح يبرد لكم على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. قام مقلب الفيسبوك ووجدت صورة في صحيفة مغربية، رئيس فرنسا يقدم جمجمة لعبد المجيد تبون رئيس الجزائر، وتعليقات من الأخوة المقاربة وضحك، وللأسف الشديد على هالحقد اللي بيناتنا نحن كعرب. هاي أول شيء. ثاني شيء يا أخي العزيز، أنت اللي كاتب عامل هالصورة، أنت ما فاهم شيء أصلا، لا بالتاريخ ولا بالماضي وليس بالحاضر. والآن راح نرجعك إلى الماضي بسيط حتى تعرف قيمة التاريخ جيدا وقيمة الشهداء. بالنسبة إلى شهداء الجزائر، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الله سبحانه وتعالى قالها، حطهم بمستوى الأنبياء والصالحين. أما تقديم الجمجمة ترى وأخذ الجمجمة إلى المتاحف، ترى هاي معروفة عند الاحتلال وعند كل القوى. لمن يقتلون شخص قوي وشخص شجاع يأخذون سيفه ويأخذون جمجمته إلى بلادهم كي يقولون إن قتلنا هذا الرجل الشجاع. فهمت علي؟ الشيء الثاني يا أخوة الأعزاء، بالنسبة للجزائر وثورتها العظيمة اللي بلشت عام 1832 وانتهت عام 1962، استمرت 132 عام. 132 عام. بدأت من الأمير عبد القادر الجزائري، عبد القادر بن محي الدين الجزائري القرشي، الذي كتبت عليه كل صحف الدنيا وكتبت عليه كل مؤرخين الدنيا. لحد الآن تمثاله موجود في المكسيك وتمثاله موجود في أمريكا وتمثاله موجود في كل بلاد العالم. فهمت علي؟ الأمير عبد القادر الجزائري الذي خاض جل المعارك ضد الاحتلال الفرنسي. الأمير عبد القادر الجزائري اللي أنت عم تضرب بالشهداء خاض 116 معركة ضد 127 جنرال، 5 من أبناء فيليب العاشر. بينما كنت أنت صراحة ما تدخل بهذا الأمور إطلاقا، يعني بما كنت أنت مع الفرنسي تقاتل.
الشيء الثاني يا أخي العزيز، أنت تعال تضرب بشهداء كالعربي بن مهيدي، كفاطمة سومر، كجميل أبو حيرات، كأحمد بوزيان قائد ثورة الزعاطشة ضد الجنرال الفرنسي هيربيون. يعني انت صراحه ما انت عرفان هاي الثوره العظيمه، لولا تلك الثوره العظيمه ولولا اهل الجزائر ولولا شهداء الجزائر اللي تحمل جمجمتهم الان، انت الان محتل من قبل فرنسا، والتونسي محتل والليبي محتل وموريتاني محتل. الجزائر قاومت 132 عام من اجلكم حتى تكون احرار، حتى تكون احرار وليس عبيد. لكن صراحة أنا أراكم متخبطين، أخوتي بالمغرب متخبطين سياسيا ثقافيا تاريخيا، مرة تركضون تقولون في كل مواقع التواصل الاجتماعي، تروحون وين تشوفون الشيعة العربي نحن ليس عرب، المشارقة الحفاة العراة، يقولون الأندلس. يا أخي الأندلس عهد قد مضى ومجد قد مضى، حكموا بلغتهم وبتاريخهم وبقصائدهم الذي كتبت على قصر الحمراء وبقراهم الزهراء والزاهرة والرصافة كلها، عبد الرحمن الناصر والحاجب المنصور ومحمد بن أبي عامر وعبد الرحمن الداخل، هؤلاء ليس من طاطا، هؤلاء من المشرق. هذا الشيء الثاني. الشيء الآخر يا أخي العزيز بالنسبة للجزائر، فضل الجزائر عليك، فضل الجزائر عليك تميم بن زيري ملك فاس. تميم بن زيري هو جزائري، ولد في الجزائر، ترى أصبح ملكا لفاس، وكان يقاتل مملكة برغواطة سنويا الذي انتشر فيها الفساد وبيع القلمان حتى أنهاه هو من الذي معه. اذهب إلى اقرأ تاريخ تميم بن زيري في فاس، ماذا قتل تميم بن زيري في فاس، ماذا قدم تميم بن زيري للمغرب. اذهب إلى عبد المؤمن بن علي الكومي الجزائري، ماذا قدم لك في فاس. أول شيء مئذنة الجامع الكبير في مدينة يقال السلة في الجزائر في المغرب، من أقامها تميم بن زيري الذي انتم الآن تنشرون عليهم الجزائريين. طيب الكتبية، صومعة الكتبية اللي موجودة الآن في مراكش، من بناها؟ مو عبد المؤمن بن علي الكومي من بلدة تاجرة في الجزائر؟ طيب المارينيين منين يا ولد؟ المارينيين منين؟ مو من الجزائر؟ الزيريين اللي وصل عندكم منين؟ مو من الجزائر؟ ولم اتقم الله، انا اتكلم والله اقسم بالله لا افرق بينكم وبين الجزائر، لكن اتقم الله في التاريخ واتقم الله في جيرانكم. احنا في المشرق، هذا البلد والله نعزه، والجزائر على فكره احنا نعز الجزائر. رقم الفتن ورقم الاشاعات التي انتشرت 500 جندي جزائري في سوريا، هذا الكلام الفاضي. احنا كسوريين اذكى من ذلك، احنا كسوريين حكمنا من الصين الى جنوب فرنسا 94 عام، اذكى من ذلك احنا، فهمت علي؟ احنا ناس اذكياء في امور، يعني ما تمشي علينا هاي. لذلك يعني حتى بما يخص الجزائر الى يومنا هذا احنا كسوريين وكمشارق عامه، الان تروح على الاردني، تروح على الجزائر، سوريا، الفلسطيني، اللبناني، السعودي، يعرفون من هو الجزائري الى يومنا، حافظين نشيدهم. نحن جند لنا، نحن جند في سبيل الحق ثرنا، والى استغلالنا بالحرب قمنا، لم يكن يسقى لنا لما نطقنا، فاتخذنا رنة البارود وزنا، وعزفنا نغمة الرشاش، لحنا وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا، فلتحيا تلك البلد، فليحيا ذلك الشعب العظيم يا اخي العزيز. الجزائر الحبيبه اللي مساحتها 2,380,000 كيلومتر مربع، حمت عقر المسلمين. انا في بلاصتكم البراتيش والله لي ريزو سوسيو هادو ما مزيدش كامل نبان فيهم. هذا سوري وتبدل لكم ما على لافير تاع هذيك سوا ديزون الجزائر بحثت 500 جندي، هاو رد عليكم سوري حر، رد عليكم باسكو حاسبين رواحكم مارقين وفاهمين. انتوما حاسبين الناس كامل، الشعوب كامل ما عندهاش عقل، شعوب جاهله كيما انتوما، راكم ضحكه في العالم. نورمالمون والله تحشموا تقولوا احنا معركه، على بالكم راكم تبينوا في الغباء تاعكم، راكم تبينوا في الجهل تاعكم، راكم تبينوا في التهوديد تاعكم، راكم تبينوا باللي انتوما ما راكمش مسلمين. جا سوري مرمتكم سحبيكم القاعه، عطاكم درس في التاريخ يلي حاسبين رواحكم. انتوما قال لك احنا 12 قرن، لاش من 12 قرن؟ انتوما اصلا لو كان ماشي الجزائر دارت الثوره تاعها وحاربت للاكم فرنسا، باسكو انتوما مقاطعه فرنسيه، لو كان راكم في خبر كان رحموا على للاكم الجزائر. يا عديمين التاريخ، يا عديمين الشرف، يا عديمين المبادئ، يا عديمين الاخلاق. والاعلام نتاعنا يعني نستناو حتى يجي سوري ولا خليجي ولا مصري ولا تونسي يجاوبهم. الاعلام نتاعنا ورا بون ابار الاستاذ مصطفى بونيف حكى في الموضوع ومليت ما على باليش اللي حكى فيه، مي تاني اعلامي يدافع عن الجزائر. الاعلام الاخر اللي راكم عايشين في الجزائر، الفضل للشهداء اللي ضحوا بعمرهم باش نتوما راكم تاكلوا في الخبز في الجزائر، والشهداء يتهانوا قدامكم ورئيسكم يتهان قدامكم وما قدرتوش تخرجوا وديروا مقالات ولا ديروا دي فيديو وتدافعوا على بلادكم. انا بور موا ما راكمش جزائريين، ريحه الوطنيه ما عندكمش، ما تكزيستيش. جوسكا كون
جوسكا كون تبقاو ساكتين؟ جوسكا كون؟ مؤطرين مساكين راهم يديروا اللي عليهم، بصح نتوما كاعلام وراكم. وزيد المراركه هادو الكلاب اللي داروا الكاريكاتور هادي وما حشموش، فاصون ولاد بلادي راه نردوا عليهم، داروا لهم هذاك راس الحسن الثاني. الاعلام هذا تاع المروك وهذا العبيد تاع المروك، نهار اللي اسبانيا دارت لكم الكاريكاتور ولا التيفو تاع السيتكم، يعني بلا ما نقول واش هو راكم تعرفوا مع بيدرو سانشيز، علاش حتى كلب فيكم ما خرج؟ علاش ما تهجمتوش عليهم؟ علاش ما درتوش عليهم دي كاريكاتور؟ ما تقدروش نتوما هادوك اسيادكم، فرنسا، اسبانيا، الامريكان، بني سوس والامارات، خليج اون جينيرال، تلحسوا لهم الصباط. نتوما ناس بدون مبادئ، جامي خرجتوا ونددتوا يا سيدي على سيتكم اللي تهان في اسبانيا يا عديمين الشرف، باسكو عندكم هذاك الغيره وهذاك الحقد وهذاك لو كومبلكس، العقده غير من الجزائر، باسكو على بالكم باللي الجزائر سيداتكم وما تقدروش تنافسوها وما تقدروش تلحقوا لها وما تقدروش تكونوا جزائريين، حبيتوا لا كرهتوا. يا السناغله روحوا شوفوا دابور اصلكم منين، وراه قلكم حتى على شكون اللي كان يحكم في فاس جزائري، سمحتوها من يعني حاولتوا افيك تو لي مويان تزوروا التاريخ تاع الجزائر، ما تقدروش. الشعوب متقفه وقاريه واعيه، ما راهمش جاهلين كيما نتوما يا ابا رغال، ما راهمش كيما نتوما جار السوء، والله غير جار السوء. دو توت فاسون الشهداء راهم في مكانه عاليه عاليه عاليه، اللي جامي نتوما راح تشوفوا الجنه بهذه الاساءه للشهداء. هذه يا ولاد بلادي دو توت فاسون استناو فيديو واحده اخرى راني نوجد فيها نجاوب هذاك برليغو دو فاسون تجيني كلمه بزاف فابل، برلوغو نجاوبوه على هذاك نائب القنصل اللي الجزائر خرجت له كارتون روج، البطاقه الحمراء برا، طرد ديراكتومون. هذا البرلوغو خرج زعما يتفلسف، راني نوجد في لا فيديو باش نجاوبو بيان كوم يلفو، ما حبيتش ندير كامل لي فيديو في فيديو وحده، قلت بالك تملوا ولا تكون فيديو طويله، قلت نو نقسم كل موضوع وحده. اوكي ولاد بلادي استناوني جو في با تاردي راني نوجد فيه. والعياشه الجزائر اسياد والجزائر سيده في قراراتها وفي تصرفاتها، حبيتوا ولا كرهتوا. وتحيا الجزائر وربي يرحم الشهداء يلي لا صله لكم بالاسلام، يا ولاد بوسبير، يا ولاد البرتوشيه، يا السناغله، يا ولاد ابي رغال، نتوما لا تاريخ ليكم. سي بور سا ميتين تتغزلوا من تاريخ تاع الجزائر اللي العالم باسره يشهد له ويتحي له يا عبيد البخاري. هذه يا ولاد بلادي نقول لكم تحيا الجزائر، الله يرحم شهدائنا الابرار، تحيا الجيش الشعبي الوطني، تحيا عمي تبون، اي فيف لي ديزاد ولاد بلادي وبنات بلادي الاحرار. سلام.